السلام عليكم أعزائي المتابعين. أهلا ومرحبا بكم. الجامعة التونسية لكرة القدم برئاسة السيد كمال إيدير تحدد يوم 31 أوت موعد انطلاق البطولة المحترفة لكرة القدم، وذلك بالرغم من أن أغلبية الفرق قد قررت التأجيل، وذلك بسبب قرار منع الانتداب. ويأتي هذا القرار مراعاة لمصلحة المنتخب التونسي المقبل على خوض مباراتين ضد كل من منتخبي مدغشقر وغامبيا، وذلك ضمن تصفيات كأس إفريقيا المقامة في المغرب. في موضوع آخر، النادي الإفريقي يجري مفاوضات مع الأولمبي الباجي من أجل التعاقد مع اللاعب شرف الدين عون، وهو متوسط ميدان دفاعي تحت السن القانوني. وبالرغم من أن الخبر قد تناقلته الصحف الرسمية والموثوقة، إلا أن رئيس الأولمبي الباجي قد نفى الخبر. أيضا فيما يخص النادي الإفريقي، قد توصل إلى اتفاق مع فريق شبيبة العمران لضم اللاعب محمد علي العمري في إطار إعارة لمدة موسم واحد. كذلك الشأن بالنسبة للحارس نور الدين الفرحاتي الذي انتقل إلى اتحاد بن قردان في إطار الإعارة لموسم واحد في صفقة مدوية النادي الإفريقي في مفاوضات متقدمة مع قلب الهجوم البرازيلي راميريز. وسيقع الإعلان عن هذا الانتداب في الساعات القليلة القادمة. في الختام، شكرا لكم على المتابعة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة.